وكده ولعت دي، كده خربت دي، كده يعني ظبطت خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد. ويا ريت تصلي على الحبيب المصطفى، صلي يا عم في الكومنتات، مش هتخسر حاجه يعني. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم واموات اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد على الجميع. طبعا امبارح ليله الوقفه، والليله عيد وبتاع، يعني يوم الوقفه امبارح والليله عيد والدنيا حلوه، ورابطه الانديه تطلع علينا بتصريح. هي بتقول ان انا اطلع الكرة من عب الاهلي واحطها في عب حد تاني. طب هتقول لي انت ايه رايك في القرار دوت؟ هقول لك بصراحه، انا مش شايف ان ديت هما ايه بيطبطبوا على الاهلي. ده بص يا اهلي ما تزعلش، طب بص احنا مش هنخصم لك الثلاث نقاط بتوع اخر الدوري. طب هل في لوائح بتقول الكلام ده؟ الله اعلم. بالنسبه لي انا مش عارف، بس شفت بند كده في لائحه ان في حاجات طارئه وظروف قهريه القاهره وبتاع مش عارف ايه. ده بند شفته بند كده شفته على الفيس امبارح. فهل في حاجه فعلا وفي بنود بتقول الكلام دوت؟ انا ما اعرفش وما عنديش المعلومه. انا بس طالع بقول رايي في الموضوع. ان احنا كده كده في الاخر هتقول لي طب ما الناس عماله ترفس يا عم لا، بترفسوا زعلانين اشربوا من البحر، بترفسوا متضايقين يعني ابلعوا ميه، بترفسوا الموضوع مضايقكم رفسوا من هنا للسنه الجايه، محروقين وازاي ومش ازاي ومش هنستكمل وهننسحب بالسلامه. انا ما عنديش مشكله معاكم، لكن انا مشكلتي الوحيده ومشكلتي الكبيره الحقيقيه ان انا ايه المكسب اللي انا استفدته من انسحابي من بطوله الدوري. انا دلوقتي انسحبت من بطوله الدوري عشان عندي مشاكل وبنود واحد اتنين تلاته، ومعايا مستندات واحد اتنين تلاته، عشان اقدر ان انا يعني اعالج انسحابي من الدوري باعاده المباراه، بعدم خصم النقاط اساسا، بان انا ما يتخصمش من عندي حاجه واستكمل الدوري بدون خصم اي حاجه، وان انا تتعادل المباراه عشان العبها بنظافه وبتحكيم اجنبي زي ما اتقال لي. لكن انا اللي اتحقق معايا من الموضوع ده 0%، وان انا اتطبطب عليا واتقال لي خلاص ما تزعلش يا اهلي حقك علينا، يعني انت مشيها وراضيها. طب هل انت ده حصل فعلا مرضيه ولا انت عندك مستندات؟ طب لو عندك مستندات ما يعني موافق بس على الثلاث نقاط ليه؟ طب بعد كل ده انت وافقت اساسا على استكمال بطولة الدوري، طب كان ليه الانسحاب من الاول؟ قول لي سبب مقنع يقول لي ان انت انسحبت من الدوري عشان كده انت هتستكمل الدوري. طب قول لي ايه الحقوق اللي انت خدتها عشان تستكمل بطولة الدوري عادي كده. يعني انت ولا خدت حقوق ولا تقريبا كان عندك حقوق، وتقريبا لو ما عندكش مستندات، ما عندك مستندات وتعالج الموضوع ويتخصم منك بس، او تعالج الموضوع بان يتخصم منك الثلاث نقاط اخر الدوري بس. فاحنا مش فاهمين، يعني احنا مش فاهمين حاجه. الموضوع ده كله احنا كنا في غنى عنه من الاساس. يعني الموضوع اساسا من الاساس كله احنا كنا في غنى عنه، ما كناش محتاجين ان كل ده يحصل، ما كناش مستعدين ان كل ده يحصل. الدوري كانت ماشي بطريقه كويسه، ايوه كان في اخطاء هنا وكان في اخطاء هنا، كان اقل الاخطاء كانت موجوده عند بيراميدز، كنا احنا قادرين نمشي زي السنه اللي فاتت، ما كان في مجاملات وكان في حاجات موجهه وقدرنا ناخد الدوري. السنه دي انت عندك، انا مش برمي لومي على التحكيم ولا انا برمي الكلام ده، احنا عندنا اخطاء واحنا اخطأنا في الملف ده بكل المقاييس، وانت ما خدتش حقوق حتى بعد عدم خصم الثلاث نقاط في نهايه الموسم. دي انا شايفها مرضيه، مش شايفها مطبطبه، شايفها حنيه من رابطه الانديه على النادي الاهلي. ما تزعلش يا اهلي حقك علينا، ما تزعلش يا اهلي، ماشي راضي نفسك وراضي الدنيا، هنرمي الكره من عبك نحطها في عب حد تاني. والدنيا زيطه امبارح من ساعه ما طلع قرار رابطه الانديه وكله بيرفص بيانات هنا ترفيص وبيانات هنا ترفيص، واحنا مش موافقين واحنا ما عاملين. ما توافقوش اشربوا من البحر، احنا مش مشكلتنا، احنا مش مشكلتنا. انا مشكلتي الوحيده مع اداره الاهلي القرار ده. ايه اللي انت استفدته من الاخر؟ ايه الموضوع اللي انت استفدته وايه المكسب اللي انت خدته بدون مكاسب وبدون اضافات؟
والله اعلم. الله اعلم اللي جاي. نتمنى نشوف الافضل، او ما هو افضل للنادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي خلاص، انت اعلنت تكمله الدوري، ركز بقى في الدوري. بس انت كده انت تفكر الموضوع خلص، الملف انتهى، ولا موضوع خلص ولا ملف انتهى. نتمنى الافضل ونستكملوا الدوري بقى على خير. بس انا عارف ان الدنيا مش هتسكت، واحتماليه انسحاب بيراميدز في الفتره الجايه او قدام مباراه الاهلي. هنشوفه بقى. طب هيدا هو لما ينسحب يا جماعه كده، هيطبق عليه اللوائح ولا هيتخصم منه 3 نقاط بس والثلاثه التانيين لا؟ حد يقول لي، حد يفهمني. سلام.